كل فيلم وليه حكاية. كل حكاية بتوضح ازاي الناس شافت الواقع وحاولت تعبر عنه. من 130 سنة بالظبط اتعرض أول شريط سينما في مصر، ودي بقى كانت بداية لحكاية طويلة لسه تبتدي. كل شاشة من يومها بدأت تحكي قصة في مشهد، كل مشهد محفور في كادرات جميلة ما بتتنسيش خالص. الناس مش قادرة تصدق عينيها. تخيلي صورة بتتحرك، شافوا العالم لأول مرة بيتحرك على حيطان بيضاء. طب احنا ايه اول فيلم انتجناه وبدأنا ازاي؟ السينما بدأت في مصر زي ما الفن بدأ، شغف ورغبة في نقل القصص اللي احنا ما عشناهاش ما شفناهاش. أما بقى أول فيلم مصري ناطق كان اسمه أولاد زوات، أنتجه عميد المسرح العربي يوسف وهبي، كان بطولته على فكرة. يعني افلام الابيض واسود كانت بتنقل الواقع ولا كانت بتجمله؟ اصل مفيش مجتمع مثالي، يعني كل فترة اتغيرت فيها السينما كان عشان خاطر الواقع هو اللي بيتغير ولا عشان هي عايزة تظهره لنا بالمنظر ده؟ السينما في الفترة دي كانت نافذة للعالم، بتعكس واقع الناس، يمكن خلت المجتمع يشوف نفسه بشكل أفضل بكتير قوي، خلى بقى الحلم والمثالية. لكن في النهاية كل فيلم كان بيعكس مشاعر حقيقية كانت موجودة وقتها. كان ابن سوسو. زي مثلا فيلم باب الحديد. الناس ساعتها كانت بتشوف حاجات جديدة، حاجات محدش جرب يتكلم عنها قبل كده. الفيلم بيعكس التوتر موجود بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وازاي كانت أحلام الناس مصدومة بالواقع. طب ده بالنسبة للابيض واسود، باقي الفترات كملت على نفس وتيرة المثالية ولا كان في تغيير؟ في السبعينات والثمانينات السينما بدأت تبين الواقع أكتر، أوقات كتير كانت بتبقى صادمة. الناس ساعتها كانت شايفة الحياة بصورة سواد أكتر، زي مثلا فيلم الحريف، سخرية من الواقع وإظهاره بكل ما فيه. دي كانت طريقة جديدة من طرق السينما عشان تعرض المشاعر، كانت طريقتها برضه عشان توصل للمثالية. أصل إزاي هنقدر نغير سلبيات واقع من غير ما نعترف بوجودها؟ يعني كده السينما كانت بتتغير على حسب تغير الواقع الاجتماعي والسياسي؟ بالظبط. السينما في السبعينات والثمانينات كانت في قلب التغيرات الكبيرة اللي بتحصل في مصر، زي الثورات الاجتماعية. الناس كلها عايزة تحسن من طبقاتها الاجتماعية. السينما نقلت الواقع ده، بس أظهرت إن الغاية أوقات بتبرر الوسيلة. ده في التسعينات صح؟ صح. أفلام التسعينات دي بقى كانت دايما بتقول إن الحياة ممكن تكون أصعب بكتير أوي مما نتخيل، لكن سينما التسعينات كانت مليانة عاطفة، حتى القصص اللي فيها دايما هتلاقيها بتوصل فكرة واحدة بس، إن حتى لو في عوائق وسلبيات لسه كل حاجة ممكنة. طب انا حاسه ان احنا كلنا بنحب جيل التسعينات اكتر. جدا جدا جدا، بس يمكن احنا حبيناهم عشان كانت كل حاجة أبسط، أو يمكن احنا كنا حابين نشوف الحياة كده. طب ازاي السينما اتغيرت في الالفينات؟ الألفينات بقى السينما كانت بتحاول تواكب التحولات الكتيرة اللي حصلت في المجتمع من خلال قصص جديدة، مش رومانسية زي التسعينات، لا، كانت بتحاول تظهر التحديات الحقيقية بين جيل الشباب والتقاليد القديمة. الدنيا مختلفة خالص، المشاهد بقت مراية لينا، صورة أوضح، إيقاع أسرع، زي فيلم سهر الليالي كده. الفيلم ده بيخلينا نشوف قد إيه الجواز قرار مش سهل، معقد جدا، وإن مش دايما الدنيا هتمشي على مزاجنا، إحنا اللي هنمشي على مزاجها، وأوقات كتير كمان. يعني كده السينما في الفتره دي كانت بتعكس صوره جديده عن مصر؟ فيلم عسل أسود مثلا، السينما كانت بتطرح فكرة الرجوع لمصر بعد فترة طويلة جدا من الغربة، بس هنا الفيلم حاول يظهر الحقيقة بطريقة غير مباشرة وفي نفس الوقت كوميدية. يعني ده معناه ان السينما بتتغير على حسب تغيير المجتمع، وده اللي خلاها تشكل الوعي المجتمعي. السينما دايما بتصنع الوعي وتوجهه، مش مجرد توثيق للأحداث. كل فيلم بيطرح رؤية معينة، بيعرض ملامح جديدة، بيعكس الواقع أو حتى الحلم في نفس الوقت. السينما مش مجرد أفلام بنشوفها عشان نضحك أو نتأثر، السينما مراية للمجتمع، تعكس كل حاجة فيه حتى لو كانت سلبياته. تخيل لما كل جيل يشوف نفسه في فيلم كأنه بيشوف العالم من منظوره الخاص.
الأفلام مش لازم تكون مثالية عشان تسيب أثر. الأفلام ممكن تسيب أثر عشان بس بتعبر عن الحقيقة زي ما هي. السينما ممكن تغير وعي مجتمع، تفتح لينا أبواب عشان نفهم نفسنا أكتر، وده بيخليها مش مجرد مصدر ترفيه، لكن أداة مهمة جدا للتغيير.